حمودة تعالى. عامل ايه؟ الحمد لله. إيه؟ ماما ينفع اقول لك حاجه؟ هات الشنطة. ينفع تقول حاجة في ايه؟ انا مش عاوزه الشنطه دي، مش هروح المدرسه بعدين. ليه؟ ده شنطة جميلة، انا لسه جايباها لك، لسه جديدة، انت عاملها ليه كده؟ اهي لسه جديدة ولسه حلوة، انا لسه جايباها لك. مالها الشنطة دي؟ انا عاوز شنطه مرسوم على سبايدر مان زي صاحبي يوسف. لازم يكون على سبايدر مان؟ طب ما هي لسه جديدة اهي. لا انا عاوز شنطه على سبايدر مان. خلاص ماشي، انا هجيب لك شنطة على سبايدر مان. انا لما هخرج النهارده الظهر هجيب لك شنطة على سبايدر مان، بس روح يلا اكتب واجباتك نبقى نخرج ونجيب الشنطة. يلا حمودة، بص جبت لك ايه؟ جبت لك حاجة اللي انت كنت عايزها. ايه يا عم؟ تعالى بص، شنطة سبايدر مان وعلى سبايدر مان اهي. مبسوط؟ ايوه على سبايدر مان وجميل. يلا يا عم خد الشنطة بقى وتتفرج. قول لي ماما بتحاول نشوف. شوفي ربنا يهديك يا حمودة حبيبي. اقعد يلا. ايه؟ ماما اقول لك حاجه. ايه عايز تقول لي ايه؟ انا عاوز لانش بوس عليه اودي وبازياتين، بودي وبازياتين زي بتاع صاحبي محمد. طب ما انت اللانش بوكس بتاعك اهو جميل ولسه جديد وحلو، ماله ده حلو وجميل. لا انا عاوز انا عاوز لانش بوس مرسوم عليه بودي وبازياتين. لازم بودي وباز يطير؟ اشمعنى يعني بودي وباز يطير؟ انا مش هروح غير بودي وبازياتين. طيب خلاص ماشي، انا هجيب لك لانش بوكس عليه بودي وباز يطير. يلا يا سيدي اتفضل، روح ادخل دلوقتي وانا ابقى اجيبهولك. ربنا يهديك يا احمد. احمد راح فين يا احمد؟ نعم. تعالى حمو، تعالى بص انا عامله لك مفاجاه يا عم. بص جبت لك ايه؟ لانش بوس. لانش بوكس. بس انا وراك. تعالى هنا نقعد هنا نشوف بقى لانش بوكس. بص عليه ايه؟ بازياتين دوت بودي دوت. على فكره ما اسموش بودي، اسمه وودي. بودي وودي بودي وودي بودي وودي وودي اي حاجه بتقول عليه وودي، هو اسمه وودي اصلا. مش مشكله مش مشكله الاسم. بودي دوت بودي ها دوت بازياتين ودوت معرفش اسمه ايه فضاء. المهم انت عاجبك اللانش بوكس؟ عاجبك؟ ايوه لسه جديد زي وجميل. بتاع زي بتاع صاحبي محمد، بس بتاع صاحبي محمد لونه احمر. لازم احمر؟ ابدلهولك يعني؟ اروح ابدلهولك الراجل؟ خلاص هترضى بيه؟ حلو. خلاص يعني يكون عليه بودي. اهم حاجه يكون عليه وجه. بودي يعني. خد اتفضل، مبروك عليك. يلا بقى خلي حطيه في المطبخ وحط ده في الباسكت، والصبح بقى احط لك في اكل. يلا يا رب يكون ده اخر طلب وما يطلبش مني حاجه تاني. ماما. نعم. بابا. نعم في ماما. وانا كل ما امسك التليفون يا احمد تقعد تزن في ايه؟ انا هقول لك حاجه ساعتها عليك. ايوه يبقى عملت مصيبه. قول في ايه؟ استنى انا سيب التليفون. قول لي بقى اشجيني، عملت ايه؟ انا عملت شيء بس هقول لك حاجه. قول. انا مش عاوزه اروح انا مش عاوزه اروح التوتشي بتاعي بالمدرسه بتاعي. ليه؟ مش عايز تروح بالكوتش المدرسه ليه؟ ده انا شايرهولك ما كملتش الشهر. انا عاوز كوتشي زي صاحبي نوري وبينور من ورا. صاحبك نور وبينور من ورا؟ صاحبك اللي بينور ولا الكوتش بتاعه اللي بينور؟ الكوتشي بتاع اللي بينور. الكوتش بتاعه اللي بينور؟ اه. ايه بقى؟ ما الكوتش بتاعك جميل ولسه جاي جديد وجايبهولك بفلوس قد كده. ايه؟ كام؟ لا مش مهم كام، مش هقول لك. يعني عايز ايه بقى دلوقتي حضرتك؟ عاوز الكوتشي زي بتاع نور وبينور من ورا. الكوتش زي بتاع نور وبينور من ورا، يعني لازم يعني؟ بص يا احمد امشي من قدامي دلوقتي ما افكر. ماشي؟ الا انا عاوز عشان مش كل حاجه. طب ماشي اوكي، بس امشي دلوقتي. امشي دلوقتي. الظاهر ان انا اللي دلعته وانا السبب وانا اللي عملت فيه كده. مش كل حاجه يجي يقول لي عليها اقول له ماشي واجيبها له. انا اللي غلطانه من الاول. مش معنى ان هو الوحيد او هو مبدئي ابقى ادلعه. انا مش عارفه اعمل ايه. انا لازم اتصل بالاخصائيه الاجتماعيه في المدرسه واحكي لها على كل اللي حصل واشوفها هي تقول لي ايه. بس انا حاسه ان انا اللي غلطان. نشوف اخرتها معاها ايه. انا قلت لسه ما نزلتش تجيبي الكوتشي. مش هجيب لك كوتشات ومش هجيب لك حاجه.
ماشي، انا عايز بقى ايه اخلي مودي للتوتشي. ايه اتقطع. ايه اتقطع. كده بقى ماما هديلي توتشي جديد. اتقطع والكوتشي انت قلت ايه؟ والكوتشي اتقطع والكوتشي نهار طب الكوتشي، طب خد بقى المفاجأة دي عندك، كوتشيات جديدة، مش هجيب لك أي كوتشيات، وهتروح بيه المدرسة كده. لا انت قومي يلا يا اللي فندم، هتروح بيه المدرسة كده، صدقني هتروح بيه كده. لا. بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أقدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. بصوا يا جماعة، لازم نربي ولادنا من وهم صغيرين ما يبصوش لحاجة غيرهم مهما كانت الحاجة دي، ولازم يرضوا بكل حاجة احنا اشتريناها لهم او موجودة معاهم، ونفهمهم ان في ناس اقل مننا ونعم ربنا كتير علينا قوي. ما نبصش اللي اعلى مننا، نبص للناس اللي محتاجة ومش لاقية. مثلا اللانش بوكس، في ناس اصلا ما عندهاش لانش بوكس وبيدوروا على الاكياس ديك علشان يحطوا فيها الاكياس بتاعة المطبخ وبياخدوا فيها الاكل بتاع المدرسة. وفي ناس ما عندهاش الزمزمية بيدوروا على الازاز اللي احنا بنرميها اصلا في الباسكت بتاعة الزبالة وبيجيبوها ويغسلوها ويعملوها للمية. يعني في ناس اقل مننا بكتير ومش لاقيين الحاجات اللي احنا بنتنعم بيها. وكمان وفي ناس مش لاقيه كوتشيات بتروح المدارس باي حاجة. يعني لازم نبص للي اقل مننا ونعود ولادنا على كده وما يبصوش في حاجة غيرهم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشجعونا باللايك وتشتركوا في القناة.